الوقت اللي كتحس سوزي بالوجع ديال الولاده خصها تجي عندي. علاش؟ داكشي اللي عطا الله وداكشي اللي دار فيا الله، حكمه ديال الله كتصرف. الحيوان خلق له عليك حق، وانا خصني نصاوب ليها البياص ديالها. طبيعه الحال اي حاجه يمكن نديرها من اجل الحيوان، هادشي اللي دار فيا الله، وحمدت الله وشكرته. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. على الاقل ينقصوا علينا واحد شويه ديال الذنوب. عايشين في هذه الحياه من طبيعه الحال كل واحد عنده واحد القفيفه ديال الذنوب ما كيعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، ولكن نتعودوا اننا نرحموا بعضياتنا كمخلوقات. كل شيء خلق الله، لا الشجر ولا الطبيعه ولا البشر ولا الحيوانات تكون بيناتنا الرحمه. وللاسف الرحمه تفقدت في بلادنا، حتى بين البشر وبين العائلات وبين الاباء وبين الخوت، وما بالك مع الحيوانات اللي يوميا كنشوفهم كياكلوا العصا. تصب او دير خلق الله، حكمه ديال الله. كيفاش غتعامل معاه انت؟ قلب على الاجر والحسنات ما حدك عايش. والله يسمح لينا، الله يسمح لينا. انا دابا راه كنقاد ليها البايص ديالها كرتونه، ندير ليها سكوتش، نفرشها، ندير ما امكن، لانها مسكينه ملي كيشدها الوجع دائما كتجي كتولد على يدي انا وكتشكي عليا، كنتهلا ليها في وليداتها. ومن طبيعه الحال راه معلوم انني دائما وقت ما ولدات كنشوف ناس في المستوى نعطيهم هذوك المشيشات باش حتى هما يتهلاو فيهم وتستمر الحياه. دابا غتدخل تشوف المسائل، عارفه هي بان الوجع ديال الولاده وبانها غتولد، غادي تدخل باش تسارى وتشوف المكان اللي غتولد فيه باش حتى هي تطمئن على هذوك المشيشات ديالها وهذوك الهرار ديالها. هي دخلات وكتجي عندي كتشكي عليا، يعني راه قرب قرب الحال. ايوا الله يرحمنا، الله يرحمنا. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.